السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي أحلى زقفة للجمهور الرائع المغربي والفريق الأروع، فريق المغربي والأروع من المباراة علي دياز لما رفع قرار صاحبه وأهداء الهدف. الرياضة أخلاق، يعني اليوم المباراة كلها لقصت الأخوان إنها جميلة، وألف مبروك لكل الجماهير المغربية على الأداء الرائع اللي بيستحقوه. وقلنا لكم لا تستهينوا بأي فريق أفريقي في البطولة، فريق محترم. تنزانيا أثبت للجميع إنه فريق محترم، فريق محترم. يعني عذب المغاربة اليوم بالدفاع القاتل من الخانق، بس فريق المغربي عنده حلول كثيرة. اطلعوا يا اخوان كيف لما اللاعب يكون بيلعب بشغف، بيلعب لأجل منتخبه، لأجل اسم بلده، مش زي لعيبة تونس. طلع اللعيبة بتبغى تموت حالها في الملعب، لعيبة المغرب، عشان إرضاء الجماهير، إرضاء جمهورها، إرضاء إنه يقول لك إحنا بنقاتل على البطولة، بيقاتلوا على البطولة. والله يا عمي إنه فريق تنزانيا إنه محترم وبتأدى له أجمل تحية. مش خسر، والله بتأدى له أجمل تحية فريق التنزاني. والله أداؤه أداء رائع، فرق شاسع بينه وبين مالي. زين نحكي مزبوط يا إخوان، فرق شاسع بينه وبين مالي. لا تقارنوا الأفريقيا هاي الفريق اللي لعب معاه تونس. تونس ضيعت البطولة من إيدها، ضيعت التأهل من إيدها، بس طلع الفرق، طلع اللعب الجميل، طلع اللعب الجميل. وبكرة بتطلعوا كمان لما تلعب الأفريقيا الثانية، لسه جايكو الجزائريين وجايكو الفريق المصري، إن شاء الله الاثنين بتأهلوا كمان. إحنا سبقناك وياه، إحنا بنشجع الأفريقيا العربية، إخواننا وأهلنا وقرايبنا. لما أنت كمان أنت تكسر خاطر كل هالجمهور، مصيبة، مصيبة. وألف مبروك لكل الجماهير المغربية على هالفريق الرائع اللي عن جد أدى أداء خرافي اليوم، وعنده حلول، وعنده حلول. وأحلى لاعب علي دياز. شفتوا الجول يا إخوان؟ خارق بزاوية مستحيل حدا يتوقعها وجابها جول. هاي الحلول، هاي الحلول، هاي اللعيبة بدك تلعب بيها، بدك تقاتل بيها بالبطولة. هاي اللعيبة بدك تقاتل فيها بالبطولة. حبيبي عبود، هاي اللعيبة اللي بتقاتل بيها في البطولة. وطلع على المباراة الجاي، هسه في مباراة نارية. أنا بثيت الفيديو هذا يا إخوان عشان مش راح نقدر نبث فيديو، لأنه في مباراة حريقة هسه تبلش. في مباراة حريقة من طراز آخر، من عالم آخر. وقلنا لكم الأدوار الثانية والأدوار الإقصائية راح تشوفوا العجب بها، راح تشوفوا العجب بها، وفعلا شفنا العجب بها. وقلنا لكم اللي بيثبت جدارته بيطلع على القمة، اللي بتقاعس بيطير. وفرجاك فريق المغربي انه جاي يلعب لاجل البطولة، جاي يقاتل على البطولة، جاي يقاتل على البطولة. وكمان مرة ألف مبروك لكل الجماهير المغربية وللمنتخب المغربي على الأداء الجميل والرائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.